الأب ده كان رايح يزور بنته، فلقى فلوس كتير جدا في الشارع، أخدهم وراح بيهم بيت بنته. فقال لبنته: يا بنتي، خد الفلوس دي فلوس كتيرة جدا. قالت له: بابا، جبت الفلوس دي منين؟ قال لها: الفلوس دي أنا لقيتها. فجوزها رد عليه وقال له: برافو عليك يا عمي، أنا عارف إن مراتي مهملة وبتحط الفلوس في أي مكان. لقيتهم فين في البيت؟ قال له: لا يا ابني، أنا ما لقيتهمش في بيتك، أنا لقيتهم وأنا جايلكم في الطريق، لقيتهم في الشارع. الفلوس دي حلال علينا ونشتري بيها كل اللي نفسنا فيه. أنا عديتهم ولقيتهم 100,000. فهنا بنته قالت له: لا يا بابا، الفلوس دي مش حلال علينا أبدا، الفلوس دي مش بتاعتنا، الفلوس دي بتاعت أصحابها. فرد والدها وقال: أنا بصيت حواليا ما لقيتش حد، إذا الفلوس مش بتاعت حد. بنته قالت له: مش معنى إنك ما لقيتش حد حواليك يبقى الفلوس دي بتاعتنا، صاحبها أكيد هيرجع ويسأل عليها. قول لي يا بابا، لقيت الفلوس دي فين؟ قال لها: لقيتها في الجنينة الصغيرة اللي تحت البيت. قالت له: طيب، يلا بينا ننزل في المكان اللي لقيت فيه الفلوس، جاي صاحبها يكون بيدور عليه. فنزلوا الجنينة، فالأب شاور لها وقال لها: أنا لقيت الفلوس هنا. قالت له: خلاص، احنا نقعد نستنى لغاية لما يظهر صاحبها. وفعلا بعدها بشوية كان في واحد بيدور على حاجة، فجه سألهم: ما شفتوش فلوس في المكان هنا ملفوفة بقماشة لونها أزرق؟ قالت له: كام الفلوس دي؟ قال لها: 100,000 يوان، أنا كنت رايح المستشفى أدفعهم لعملية جدتي. فهنا قالوا له: ما تقلقش، احنا لقينا الفلوس، الفلوس اهي. الراجل أول ما شاف الفلوس روحت ردت له، أخد الفلوس منهم وشكرهم جدا. الأب قال له: خد بالك، المرة دي جت سليمة، المرة الجاية ممكن الفلوس تضيع منك، بعد كده تبقى تاخد بالك من نفسك ومن الحاجة اللي معاك. الفلوس ممكن تشتري حاجات كتير، بس الأمانة ملهاش تمن، ولما تكون إنسان أمين الناس هتحبك وهتحترمك. صلوا على النبي في التعليقات.